يا مساء الخير. بص بقى، المرة اللي فاتت لو فاكرين الفيديو بتاع التحدي، احنا قلنا ان احنا حكمنا على خالد بان هو يعمل لنا الفطار تاني يوم رمضان، والنهارده هو تاني يوم رمضان وده يوم عيد ميلادي. فانا قلت خلاص بقى، هو انا مش هعمل فطار النهارده وما عملتش فطار. تعالوا بقى كده ندخل المطبخ ونشوف عمل لنا ايه. انا لقيت هنا فيه لبن بيغلي، وهنا في لحمه، وهنا في صلصة. لقيت هنا بقى ايه، بامية. هتعمل لنا ايه؟ هيعمل لنا طاجن بامية باللحمة الضاني وطاجن رز معمر. حلو كده؟ مظبوط. حاجة تاني؟ بس كده وده الفطار؟ ومخلل بقى واحمد ربنا ان انا عملت الفطار. في الصلصة دي اللي انا مفرزاها، فهو طلع كده. حطيت حاجة قبل الصلصة؟ حطيت بصل. حط بصل. هنخلص بقى كده ونرجع لكم قبل ما ندخل الاكل الفرن. نعمل ايه؟ لو اشوفك بتحط البتاع ده فبحط زي. طب ايه ده فلفل اسود؟ فلفل اسود كفايه. وحطيت ملح. هو حط كده حليب لبن يعني، ملح وفلفل، وفي حاجه مع وكريمه، وكريمه مع اللبن. وعندنا هنا صلصه بتغلي خلاص. وعندنا هنا لحمه ضاني مسلوقه. هتحط ايه؟ جوز الطيب. هيحط جوز الطيب. ده طاجن رز معمر. ده طاجن رز معمر ساده ولا بحاجه؟ بتكاتي. بتكاتي يا ولا. ايوه، يعني بفراخ ولا لحمه ولا كده ولا قرداحي؟ لا قرداحي. قرداحي. طيب احسن. ايوه صح. مسك ايدي في المصاريف. صح 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 والله انت يا ولد. احنا حاطين الطاجن في الفرن عشان يسخن، عشان دي من احد تكات الرز المعمر. خلاص هنحط هنا ايه بقى؟ ويلا قول انت اللي هتعمله. هحط الرز واللبن وبعد كده هدخله الفرن. مفيش سمنه؟ اي طبعا، دي حاجه مفروغ منها. ماشي يلا. الرز واللبن والسمنه، وبعد كده يخش الفرن يشرب اللبن يتشرب. اغطيه واصوت عليه. لا برافو برافو، مذاكر يا جماعه مذاكر. اكيد اتفرجت على الفيديو بتاع الرز المعمر. طبعا طبعا. ايوه ايوه. مفيش معلقه يعني اصغر من دي شويه تقلب بيها؟ لا ده عشان ما بهدلش الدنيا حواليا. اي كلام. ماشي. وكده حطيت السمنه والرز. قد ايه رز وقد ايه بقى حليب عشان الناس تبقى عارفه؟ لكل كوبايه رز كوبايتين حليب، فدول حلو. كوبايه ونص. ومعاهم 3 كوبايات حليب على كريمه يعني. حليب على كريمه. بصوا بقى، دي ابسط طريقه للرز المعمر بصراحه، ودي اللي انا بحبها ودي اللي انا اتربيت عليها. في ناس بقى بتحط زبادي، في ناس بتحط معرفش كميه سمنه خرافيه، كميه قشطه مهوله. انا بصراحه شايفه ان ده كتير، والرز المعمر هو اساسه اللبن، فاحنا بنعمله كده. كوبايه من الرز لكوبايتين من اللبن. عايزين تحطوا بدل اللبن عايزين تحطوا بدل اللبن كوبايه شوربه وكوبايه لبن، اعملوا كده. هندخله الفرن ويشرب اللبن وبعد كده نحط القشطه. صح كده؟ صح كده. يلا خلاص كده. هنعلي الفرن على الاخر. يلا يلا اشرح لنا عملت الباميه ازاي. والله هي بتبقى بالبركه، بس انا هقول لك يعني. انا سمنه حطيت عليه شويه بصل. دبل، مش لونه اتغير يعني، دبل شويه. حطيت بعد كده الطماطم. وحطيت معاها شويه صلصه. وانا بحب احط فيها، او مش بحب يعني، شفت ان لما تحط فيها طماطم مجففه بيديها طعم. ماشي. بس وتتسبك شويه وننزل وفي حاجه مهمه برضو، بس مش حابب اقول لك عليها انك ما بتحبهاش. حطيت شويه هريسه شطه. ماشي. شويه صغيره صح؟ قليله يعني، على قد بس ما تديها ايه، بدل الفلفل الاخضر يعني، عشان احنا ما عندناش فلفل اخضر، فهو حط هريسه شطه. بالظبط كده. خلاص حلو كده. وبعدين بقى انت بتخففيهم بشويه شوربه، مش عارف ليه بس ماشي. ما هي لازم تتخفف بشوربه. تمام. هنحط بعد كده، هتتسبك شويه، نحط الباميه ونسيبها تاخد الباميه واللحمه، ونسيبها تاخد. انت هتحط الباميه جوه اللحمه؟ اللحمه جوه. طب نشيل لي حتتين بره، لان انا ما باكلش اللحمه جوه الباميه. ماشي حاضر. ماشي. يلا هنسيبها تتسبك شويه كده بقى، ونرجع لكم بعد ما يحط اللحمه.
دلوقتي الرز شرب اللبن، فايه هنحط بقى القشطه. خلاص انا قلت اساعده، هو الصراحه قاعد بيقرا القران فقلت اساعده واحط انا القشطه. انا خففت دي قشطه وش اللبن، خففتها بس بشويه من اللبن عشان اعرف افردها، لان انا كنت شايلاها في الفريزر، فسخنت شويه لبن وحطيتهم على القشطه. خلاص هفرد بقى كده القشطه وهدخلها تاني الفرن لحد ما الوش يحمر. دلوقتي احنا حطينا شويه لحمه، حطينا كام حته لحمه كده في الباميه يبقى طعمها حلو، وسيبنا برضو حبه لحمه بره. هاخدها بقى زي ما هي كده. انا للاسف اكتشفت وانا بفضي الكيس ان الباميه كبيره. بصوا الباميه كبيره ازاي، انا ما خدتش بالي تقريبا وانا بشتريها، كنت فاكراها زيرو، طلعت كبيره قوي، طلعت مقاس 3، بس مش مشكله بقى. هناخد بقى الطاجن ده زي ما هو كده وهنحطه في الفرن، وبعد ما نخلصه بعد ما يخلص الفرن بعد ما نسيبه شويه يستوي في الفرن هنطلعه بقى ونعمل له التقليه. طلعنا بقى الرز اهو من الفرن، بصوا قمر، شكله حلو قوي. طبعا انا اللي بصوا انا ما اتدخلتش في الرز خالص الصراحه، تمام. الا بس ان انا فردت القشطه عشان هو كان بيقرا قران، لكن ما عملتش اي حاجه. بس بعد الفطار هنحكم وندوق. كلنا بقى بتعمل ايه؟ تقلية البامية، توم، سمنة وتوم، وبعد كده الكزبرة زي الملوخيه. زي الملوخية شبهها يعني. كل ما تكتري التوم كل ما يبقى حلو. بطننا توجعنا. مش مشكلة، بس مناعة وطعم. سلام. بالراحه على الطاسه لحسن دي جرانيت. لا انا مش بعمل بسن المعلقة، انا بعمل بايه، بظهرها عشان ما كده. نحط الكزبرة، انا طلعت اهو طاجن الباميه من الفرن عشان هو يحط التقليه عليه على طول. يلا نشهق نشهق ليه؟ الملوخيه. هات بصوا بصراحه ريحتها خطيره، بس انا ساعدتك في الباميه ما تنكرش. طبعا اكيد انا ساعدت والله في الباميه شويه. كده احنا خلاص عملنا الرز وعملنا الباميه، استنونا بقى على الفطار عشان نحكم وندوق. ادي الباميه خلصت. بصوا بقى صراحه ريحتها مغريه جدا وشكلها خطير. بصوا حلوه جدا. وده الرز ودي اللحمه، وكده بقى مفضلش غير اننا ندوق عشان نحكم عليه. اول ما الاذان يأذن كده وقبل ما ناكل بناخد فنجانين من القهوه العربي او خشاف او اي حاجه نكسر عليها صيامنا، وطبعا او تمر، ومعاها بقى بناخد حته كده من دي. ايه دي حلوى بحرينية معمولة للقهوة العربي. حلوى بحرينيه معموله من القهوه العربي. ليه القهوه العربي؟ للقهوه العربي. بصوا هو انا دقتها، هي طعمها حلو، عامله كده زي الملبن، هي ملبنيه كده شويه. بصوا فيها بقى مكسرات، فيها كاجو، فيها لوز تقريبا، صح، فيها لوز وفيها جوز هند. طعمها حلو بس ما تتاكلش لوحدها لانها مسكره بزياده، هي تتاكل او تتاكل مع شويه من القهوه العربي. بس كده هنشرب بقى القهوه كده ونقوم نصلي ونقعد شويه وبعد كده بقى ناكل. والان مع نتيجه الامتحان. عمل الاكل وانا ساعدته خلاص، بس مش مشكله، احنا برضو في رمضان والوقت الصراحه كان ضيق قوي. تعالوا بقى ندوق ونقيم. اول حاجه الباميه احنا قلنا لكم خلاص هو عملها ازاي. انا كل اللي عملته فيها ان انا دخلتها الفرن الصراحه وحطيت الباميه في الصلصه. ناخد حبه من الباميه وناخد حبه من الرز. بصراحه الرز شكله يجنن. مش عارفه في حد بيحب، في ناس بتحب تاكل الرز مفلفل، انا الصراحه الرز معمر بالنسبه لي ما ينفعش يبقى مفلفل. تعالوا ندوق بقى ونقول بسم الله. ناخد حبه من الباميه كده، ولا الاول ندوق كل واحده لوحدها؟ خطيره،
حلو قوي كأن انا اللي عاملاها. هو بس محروقها شويه، يعني مخليها حراقه سنه بسيطه قوي، سبايسي شويه. خطير. انا ممكن اخلص الطبق وانا واقفه. تعال ندوق الرز لوحده يا خالد. نعم. تعال عشان اقول لك رايي. يلا. الرز يجنن 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 من هنا لبكره. يا سلام. الباميه خطيره. الرز والباميه حقيقي تسلم ايدك، والله ما بجامل. حراقه بقى ولا مش حراقه؟ سبايسي بسيطه قوي. خدي الرز. يلا دوق يا حوا. رز طب مش عايزه. الصراحه هو كان تحدي، وكان الحكم ان انت تعمل لنا الاكل، بس الاكل الصراحه حلو جدا والله العظيم ما بجامل. الاكل فعلا حلو. الباميه حلوه قوي كأن انا اللي عاملاها، كأن ماما، يعني كأن حد كده ليه نفس في الاكل حلو. بس ما تنكرش ان انا ساعدتك بنفسي وانا اللي قايله لك الطريقه. طبعا طبعا طبعا. اوكي. والرز برضه طعمه بصراحه يجنن، حلو جدا. اللحمه حلوه يعني، مش هنقول بقى فتي في اللحمه لان لحمه مسلوقه ومتحمره ما فيهاش حاجه. احنا بقى هنروح نفطر لان الساعه دلوقتي تقريبا بقت 7 وشويه. هنروح نفطر واستنونا بقى في التحدي الجاي، واكتبوا لي في الكومنتات عجبكم الاكل ولا ما عجبكوش، وانتوا بتعملوا الاكل بنفس الطريقه دي، الباميه والرز بتعملوها بالطريقه دي ولا ليكوا طريقه مختلفه؟ وقولوا لنا كمان على افكار حابين نعملها في التحدي الجديد. نشوفكم بقى التحدي الجديد. ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ونشوفكم الفيديو الجاي. بحبكم. باي باي.